ولو خلعت الدبلة يا مراتي تمسكني وتقول لي خلعتني، زي ما حصل لامرأة زوجها الصبح موظف الصبح كده على الحوض فخلع الدبلة عشان يغسل ايديه وبتاع، وبعدين متلهوج كده ونسي الدبلة. مراته دخلت عشان تنظف الحمام لقت الدبلة بتاعت صاحبنا على الحوض. أول ما رجع من الشغل قالت له حذر فزر كده، أنت ناسي إيه؟ قال لها مش ناسي حاجة ولا حاجة كده، ولا حاسس إن في حاجة ناقصاك ولا الكلام ده. قال لها أبدا مفيش حاجة ناقصاني. قالت له ولا إيديك حاسس إن في حاجة ناقصة؟ الدبلة معلش. قال طب الدبلة دي أساسا جات لنا منين؟ الدبلة القصة دي وإن يتكتب اسم الراجل على دبلة الست واسم الست على دبلة الراجل، كان ده جالنا منين؟ ما جالنا من النصارى. جالنا من النصارى. ليه؟ لما بيخطب يحط الدبلة في إيده اليمين، ولما يتجوز يحط الدبلة في إيده الشمال، علشان هيشرف شمال بعد ما يتجوز. ما هو ده شغل النصارى، لأن النصارى ما فيش عندهم طلاق إطلاقا، خلاص هي تأبيدة. والقصة معروفة يعني، حتى النكتة الشهيرة اللي بيقول إن في راجل نصراني وامرأة نصرانية معذباه ومورياه الويل، يا ست اعملي معروف اخذي الشطاب بإيه المهم. فبدا له إنه يهرب منها يخلص من الجحيم اللي هو عايش فيه، ما فيش طلاق، فأسلم. فقالت له فكراني هسيبك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألا جيت لي في الواسع أنت طالق. ها ما هو نصراني مش عارف هيطلقها منين، ما لا تأبيدة. فخلاص الإسلام في الطلاق، ما أسلمت أم تخلص منها والحمد لله يعني.